السلام عليكم ورحمة الله. عملنا لكم النهاردة تشيز كيك اللوتس أو حلو اللوتس. اتعمل بطريقة جامدة جدا وحاجة بنشتريها بالمحلات بمبالغ جامدة جدا جدا. وبصوا يا جماعة الموضوع بيقطع معانا عامل ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله، ولا تدارج الألوان بتاعته ولا الطعم بتاعه يخطف العقل. بصوا الموضوع يا جماعة حاجة سهلة جدا جدا. أهم حاجة نكمل الفيديو للآخر عشان في تريكات وفي أسرار في الشغل، ونشير الفيديو ونعمل لايك. بنبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض تشيز كيك اللوتس أو حلو اللوتس. هنعمله بطريقة سهلة، يلا بينا. المقادير اللي معانا النهاردة على بركة الله: 1 كوباية كريم شانتيه أو كريمة لباني، 1 كوب حليب كامل الدسم، 7 مثلث جبنة كيري أو جبنة مثلثات أو أي عندي جبنة بدون ملح، 150 جرام زبدة لوتس أو زبدة فول السوداني أو أي نوع زبدة عندي أشتغل بيها، 3 باكو بسكوت أهلاوي مع 5 قطع بسكوت لوتس، عشان أنا بسكوت اللوتس سكره عالي وأنا عايز التكلفة أقل والسكر يكون مظبوط، 3 معلقة سكر بودرة عشان الكريم شانتيه عندي بدون سكر. ونبدأ الوصفة بتاعتنا على بركة الله. واخر حاجة معانا 3 معلقة سمنة عشان البسكوت ده هنجرشه ونجنس معاه السمنة. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. اول حاجة يا حضرات هنجرش البسكوت بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. وكده انتهينا من جرش البسكوت. اعمله بالمردنة، اعمله في الكبة، واتيفر زي ما حضرتك عايزة. المرحلة التانية اللي معانا هنيجي هنا عشان خاطر عايز البسكوت ده الزبدة بتاعته تسيح عشان اظبط معاه عشان يتماسك معايا. بجيب انا معلقتين سمنة كده نباتي او حيواني زي ما حضرتك شايفة كده، ومجرد ما تسيح معايا كده بننزل بيها على البسكوت بتاعنا، هيديني زي الرملة المبلولة كده. المرحلة التانية اللي معايا زي بعد ما خلصت البسكوت، ادي ده البسكوت والزبده اهو. الموضوع سهل جدا، واي نوع بسكوت عندي انا اشتغلت بسكوت ساده وبسكوت لوتس عشان يظبط معايا. بعد كده عندنا الفرم دي عشان تبقى زي بتاع المحلات بالظبط اللي بنشتريها بمبالغ. بحط كده معلقه صغيره في كل فرمه من تحت كده، وبعد كده بجيب بظهر معلقه عندي كده ببتدي اثبت فيه البسكوت اللي احنا عملناه اهو زي ما حضرتك شايفه. موضوع بسيط جدا. واستسمحكم بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من استمر معاكم واجيب لكم وصفات جميله وتريحكم. وده ممكن نعمله جاتوه في المناسبات في عيد الميلاد، ناخده معانا في المصايف، هتبقى حاجه عظمه 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 اهو. بعد ما انتهينا من كده نحطه في التلاجة شويه ونبدا مع بعض نركب كريمه التشيز باللوتس. كده يا حضرات هننزل ب1 كوبايه الحليب كامل الدسم ومعاها الكريم شانتيه زي ما حضرتك شايفه. الموضوع بسيط وسهل. ومعانا السكر والبودره. كل ده هنضربه بالهاند بلندر كده اهو، بالهاند ميكسر. وبعد كده هننزل بكريمه اللوتس او كريمه الفستق، اي حاجه عندنا هنحطها، او كريمه الفول السوداني تمشي معانا. احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا اعتمدنا على البسكوت وعلى الخلطه بتاعتنا. وبعد كده هننزل بالجبنه بتاعتنا اهو. هنضرب الكلام ده كله مع بعضيه وبنستمر كده في الضرب يا حضرات اهو. وانا غيرت المضرب في الفاصل اهو. كده اصبحت معايا كريمه التشيز جاهزه وزي القمر، وهنبتدي نقفلها مع بعض على بركه الله. بنعبي القمر ده كده في كيس الحلواني اهو. كده يا حضرات هنيجي كده الكريمه التشيز بتاعتنا هناخدها بالطريقه دي كده. ادي طبقه اهي فوق طبقه البسكوت اهو، خبطتين كده اهو. وبنبتدي نجيب باقي البسكوت بتاعنا بنحطه على الوش كده طبقه تانية اهو. وبنكمل الكميه كلها. وبعد ما انتهينا من طبقه البسكوت التانية بنبتدي ناخد طبقه الكريمه معانا اهو زي ما حضرتك شايفه ست الكل. موضوع بسيط جدا وهتقومي تعمليه دلوقتي وهيبقى حلو سريع، وهتفرحي اولادك وتبسطي جوزك على السفره اهو. موضوع بسيط جدا. وبعد ما سقعت معانا كده عملنا بكريمه اللوتس كده زي ما حضراتكم شايفين مربة اللوتس اهي. وبناخدها كده على وش التشيز لوتس بتاعنا اهو. بعد كده معايا بقى شويه بودره لوتس، ببتدي اخد من فوق كده على وش الكبات بتاعتي
وكده انتهينا من بودرة اللوتس ومربة اللوتس. بعد كده بنجيب احنا بسكوتة كده بنحطها كده عشان الشيء يدل على جماله وعلى حرفيته. واستسمحكم اللي لسه ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك، عشان والله العظيم بتعب عشان اجيب لكم وصفات جميلة 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 زي ما حضراتكم شايفين. وبنكمل مع بعض الديكور. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين فنشنا القمر بنفس البسكوت اللوتس والطبقات حاجه تخطف العقل. وطبعا انتهينا من وصفه تشيز كيك اللوتس او حلو اللوتس. حلو سريع، حلو صيفي، حلو يتماشى مع الجو اللي احنا فيه، وزوقناه بالكريز. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشار الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.